السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. نستكمل إن شاء الله ما بدأناه من تناقضات في الكتاب المقدس ونكمل الجزء الثاني إن شاء الله. التناقض 11: هل الله ترك يسوع أم لا؟ النص الأول يقول يوحنا 8:29: والذي أرسلني هو معي ولا يتركني الآب وحدي. يعني يسوع يقول أن الله الآب لا يتركه أبدا. لكن النص الثاني له رأي آخر. مرقس 15:34: وفي الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. أي أن الله ترك يسوع في هذا النص. إذن فهل الله ترك يسوع طبقا للنص الأول أم لم يتركه طبقا للنص الثاني؟ التناقض 12: هل الابن يحمل من اسم الأب أم لا؟ خروج 34:7: حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. يعني هذا النص يقول أن الأبناء تحمل إثم الآباء حتى الجيل الثالث والرابع. أما النص الثاني فله رأي آخر. حزقيال 18:20: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الآب والآب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. فهل الأبناء تحمل إثم الآباء طبقا للنص الأول أم لا تحمل طبقا للنص الثاني؟ التناقض 13: من هو بكر الله؟ النص الأول خروج 4:22: إسرائيل ابن البكر، إسرائيل ابن البكر. يبقى هذا النص يقول أن إسرائيل هو بكر الله. أما النص الثاني فله رأي آخر. إرميا 31:9 يقول النص: إفرايم هو بكري، إفرايم هو بكري. يبقى هل إسرائيل هو بكر الله طبقا للنص الأول أم إفرايم هو بكر الله طبقا للنص الثاني؟ التناقض 14: هل المخصي يدخل الملكوت أم لا؟ النص الأول تثنية 23:1: لا يدخل مخصي بالرد أو مجبوب في جماعة الرب. لكن النص الثاني يقول في متى 19:12: لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل. إذن النص الثاني يقول أن الخصيان تدخل الملكوت. فأيهما صحيح؟ هل النص الأول الذي يقول أن المخصي لا يدخل الملكوت أم النص الثاني الذي يقول أن المخصي يدخل الملكوت؟ التناقض 15: هل كل شيء مستطاع عند الله أم لا؟ هل كل شيء مستطاع عند الله أم لا؟ النص الأول يقول متى 19:26: عند الله كل شيء مستطاع. ويؤكد هذا الكلام مرقس 10:7 أن كل شيء مستطاع عند الله. لكن نجد أن النص الثاني له رأي آخر في القضاء 1:19: وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد. أي أن الله لم يستطيع أن يخرج سكان الوادي من الجبل لأن لهم مركبات حديد. يبقى الله لا يستطيع في النص الثاني، ولكن هذا يتناقض مع النص الأول الذي يقول عند الله كل شيء مستطاع. فهل كل شيء عند الله مستطاع طبقا للنص الأول أم الله لا يستطيع طبقا للنص الثاني؟ التناقض 16: هل أحد سمع صوت الله أم لا؟ النص الأول متى 3:16: فلما اعتمد يسوع صعد
للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتي عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يبقى الله صوته مسموع، صوته اتسمع. لكن في النص الثاني له رأي آخر. يوحنا 5:37 والأب نفسه الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط. يبقى هل الله صوته مسموع ويتكلم أم لم تسمعوا صوته قط طبقا للنص الثاني؟ التناقض 17. كم من التلاميذ ظهر له المسيح؟ النص الأول في كورنثوس الأولى 15:5 وأنه ظهر لصفا ثم لل12. يبقى ظهر في هذا النص لمين؟ لل12 تلميذ. لكن النص الثاني له رأي آخر. متى 28:16 وأما 11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. يبقى النص الثاني بيقول إن اللي شافوا يسوع 11 فقط. فهل اللي شافوا يسوع 12 طبقا للنص الأول أم 11 طبقا للنص الثاني؟